السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة أسوان ترحب بيكم حبايب مشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. اللهم بارك في صحتنا وعافيتنا وفي أولادنا يا رب العالمين. النهاردة الجمعة بقى جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم رجب، ربنا يسعدكم يا رب ويسعدنا ويسعد جميع المسلمين يا رب العالمين في جميع أنحاء العالم. أنا بقى كنت بتمشى ناحية السوق اللي هو في الشواربي، ناحية جامع الحاج حسن والعطارة بتاعت محمد سعد والحتة الجميلة دي اللي أمي زمان الله يرحمها كانت بتجيب من عنديهم العطارة. ورحت بقى عند بتاع الفسيخ اللي بتحبوا الفسيخ. رحت بتفرج على الحاجات وبشوف الأسعار، وادي الكركديه بقى خير رمضان، خير رمضان هل يا جماعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وادي صور اهي بالنسبة للعطارة اللي في السوق. يعني ما شاء الله الدنيا بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. بصوا ما شاء الله العطارة فيها كل حاجة، العطارة جميع حاجة فيها بتاعت رمضان وروايح وحاجات جميلة جدا. يعني أنا قعدت اتفرجت كده لأن بقالي فترة ما رحتش الشارع ده. زمان أم الله يرحمها كانت بتجيب البهارات من عند العطار ده، الله يرحمها ويسامحها. فأنا قلت أروح أعيد الذكريات وأشوف الحاجات اللي أمي زمان كانت بتروح عنديها، الأماكن اللي احنا بنشم فيها ريحة الكبار يعني. غير البازار ده غير البازار ده بسم الله ما شاء الله جميل، اللي فيه الصور بقى بتاعت أجدادنا وكده. وادي ما شاء الله السوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. بص ما شاء الله بقى التحف والهدايا بصور الفراعنة بقى على الطباق وعلى الكوبايات وعلى المجات. يعني شارع جميل خالص في أسوان ده. يعني من جميع أنحاء العالم لو نزلوا أسوان هيشوفوا الحياة الحلوة دي. بص ما شاء الله حاجات جميلة وحلوة ما شاء الله اللهم بارك. يعني هذه بقى العطارة ما شاء الله فيها كل حاجة كلكم. يعني شوفوا ما شاء الله شايفين احنا كان زمان عندنا ان احنا بنعمل الشغل اليدوي اللي هو بتاع المغاريف اللي هي دي اللي فيها الحاجات ده بتعمل بسعف النخل. يعني شايفين المنظر بسعف النخل، شايفين اللي ملون ده كانوا كانت أمي زمان كانت بتعملهم على فكرة، وأبويا والناس الكبار اللي عندنا. كانوا بيجيبوا ألوان ويحطوا فيها السعف بتاع النخل علشان تلون الألوان دي عشان تبقى ايه بالألوان الجميلة دي. شايفين بقى هنا، شايفين بقى النظام والأناقة. شايفين بتاع الفسيخ بقى راصص العلب بتاعته ازاي والبطرمانات والحاجات ازاي. بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك اللهم بارك. يعني بسم الله ما شاء الله على النظام والجمال والأناقة. وادي هنا هم في محل برضو بتاع أحذية يعني جنب منه شاب صغير اهو قاعد. يعني والله ربنا يكرم الشباب جميعا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم رجب، يوم شهر التمهيد بتاع رمضان، شهر التمهيد بتاع رمضان. ربنا اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين في أحسن حال جميعا يا رب على أمة محمد أجمعين. بص ما شاء الله يعني النظام جميل. يعني النظام ما شاء الله يشد يعني البني آدم إنه النظافة والجمال يخلي البني آدم يعني يبص على الحاجة. أنا شدني عن نفس النظام والجمال، جمال المكان. يعني بص كل حاجة، يعني كل حاجة أي بني واحد ماسك محل الحاجة بتاعته أساسها في منتهى الجمال وفي منتهى الأناقة. فالنظام والنظافة بيشد الواحد إن هو يخليه يتفرج على الحاجة، يعني حتى لو مش عايز يبص عليها بيروح يتفرج ويشوف الدنيا فيها ايه. بص ما شاء الله ده كمان
يعني بص العطار ده مع انه يعني دكان يعني صغير يعني حلو، صغنون، بس النظام بتاعه جميل. يعني في حاجة كده بتخلي البني آدم ان هو يعني تشدك انك انتي تبص جوه. شوف الرسومات بتاعت الفراعنة، بيشدك بيخليكي انت تبصي جوه، انك انت عايزة تجيب الحاجة، يعني ايه، تبص عليها والنظافة بتاعتها. ادي هنا بقى العطارة، بسم الله ما شاء الله، اللي امي كانت بيجيب منها بقى عطارة الحاج احمد محمد سعد، الله يبارك فيه. يعني حاجته بصراحة جميلة ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بتجيب منه بقى البهارات بتاعت أسوان الجميلة الأنيقة، اللي هي البهارات اللي انت تطحنيها تشميها من آخر الدنيا. ما شاء الله، يعني كانت بتجيبها لنا، واحنا برضو انا دلوقتي عن نفسي يعني بجيب منه، بس بقالي فترة ما رحتش اصلا الشارع ده. فما شاء الله، يعني هو النظام والنظافة. انا عن نفسي النظافة اللي بتشدني ادخل المحل، اي محل، اي محل، محل ملابس، محل ادوات منزليه، محل اغذيه. النظافه هي اللي بتشدني ان انا ابص المحل واروح اجيب منه. بص ما شاء الله النظام، يعني النظام والنظافه اهم حاجه عندي، هم دول اللي بيشدوني، بيخلوني ان انا ايه، اروح اتفرج على اي محل انا عايزه ابص عليه. بص انا النظام، النظافه، حتى البترينات بتلمع يا جماعه. يعني المحلات الحمد لله اللي في اسوان نظيفه، وجمال. طراز أسوان جميل ما شاء الله. اللي ما زارش أسوان فاته كتير، واللي ما اشتركش في قناة يوميات أم حبيبة أسوان فاتوا أكتر وأكتر. حبايب المتابعين والمشاهدين والمعجبين، ربنا يا رب يكرمكم، وكل سنة وانتم طيبين، وهذا الأيام علينا وعليكم بخير، اللهم بلغنا رمضان وإياكم في أحسن حال يا رب العالمين، لا فاقد ولا مفقود ولا مفقودين يا رب العالمين. سبحان الله، بص ما شاء الله على الجمال، جمال يا ناس. انا بحب الجمال صراحة والنظافة. ربنا يعيننا ويسعدنا. وشايفين بقى حاجة رمضان ما شاء الله، يعني الناس بتستعد لشهر رمضان الكريم، لما تستعد ليه طبعا عشان خاطر الناس كلها طبعا بتجيب من اهو بقى. انا اصلا كنت بشتري بهاراتي واقف اهو ابنه ده من الحاج سعد. فما شاء الله حاجات، بص بقى ما شاء الله، يعني فيها كل حاجة العطارة ما شاء الله، اللهم بارك. بهارات أسوان لا يعلى عليها، وانتوا كلكم عارفين يا حلوين ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم بارك يا رب العالمين في صحتنا وعافيتنا وفي أولادنا يا رب العالمين. ربنا يفتحها عليكم وعلينا وعلى جميع أمة محمد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برضو المكان ده، شوفوا بقى اللي شدني فيه ايه بقى، الحاجات بتاعتنا بتاعت زمان، الصور والرسومات والطبلوهات بتاعت أجدادنا الفراعنة، والميداليات اللي هي بالأشكال بتاعتهم بقى، والإكسسوارات اللي هي بقى الجميلة اللي بتاعت زمان الحلوة. بص بقى ما شاء الله الصور بتاعت الفراعنة أجدادنا، واللي هو بقى مفتاح الحياة والدنيا بقى الجميلة اللي هنا. برضو يعني النظام يا جماعة، النظام ليه مكان في بيتك، في محلك، في حتة انت رايحة تقعدي بنظام. بصوا ما شاء الله بقى كل حاجة انا وريتها لكم اهي. يعني انتوا كأنكم جيتوا أسوان يا جماعة. انا بتجول اهو كأنكم جيتوا أسوان. ربنا يعينكم يا رب، وربنا يعينكم يا رب، ويسعدكم يا رب، ويكرمكم يا رب العالمين. قولوا آمين. ربنا يسعدكم يا رب العالمين، وصلوا على النبي وقولوا ما شاء الله، وقولوا اللهم بارك ويزيد ويد أم حبيبة طولة العمر وتوريكم أسوان، وتوريكم شوارع أسوان وحاجة أسوان. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك، اللهم بارك
فيكم وفي صحتكم وفي أصحابنا وأصحابكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. يا رب يسعدكم ويسعدنا ويسهل الحال لينا وليكم يا رب العالمين، ويرزقكم من باب واسع يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. اللهم اسعدنا وإياكم يا رب العالمين. إن شاء الله كل يوم فيديو جديد مع قناة يوميات أم حبيبة. إن شاء الله كل يوم حاجة مميزة إن شاء الله بإذن الله. بصوا ما شاء الله الجمال، يعني ما شاء الله. بصوا المنظر بقى، شايفين النظام؟ هي دي توك، وده الناحية التانية دي توك وحاجات صغيرة، يعني البنوتات الصغننين. كنت بشتري الحبيبة توك عشان شعرها. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا بقى الناحية التانية دي بقى شايفين بقى الطواقي النوبية بقى والحاجات الزخرفة النوبية بقى، اللي هي ايه الجميلة، اللي هي طواقي بكار والكوفية بتاعت بكار. اللهم بارك. يعني بصوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله. شايفين التحف بقى والهدايا بقى اللي هي بتيجي بقى بيشتروها بقى الجماعة. احنا كلنا بقى بنشتريها بنحطها، يعني مناظر في النيش بالنسبة للطباق المرسومة دي. والكوبايات المجات بنحطها في النيش كده منظر، يعني بيبقى منظر حلو وجميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يفتحها عليكم جميعا وعلينا وعلى أمة محمد أجمعين. يا رب يكبر قناتي كده بيكم، يا رب تكبر بيكم حبايبي وأصحابي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.